البلد. يعني الإقبال شايف إن هو أقل من الأول؟ الإقبال 20% من السنة اللي فاتت، كل سنة بيقل بنسبة 40 و50%. والبضاعة بتزيد بمعدل قد إيه؟ البضاعة بتزيد بمعدل رهيب، يعني القطعة اللي كان ثمنها 100 جنيه النهارده بنستلمها، اللي كنا بنستلمها جملة ب 100 جنيه النهارده بنستلمها ب 160 وب 170 جنيه جملة. فالزيادة 50% و60%. ليس له أساس من الصحة كلام الحكومة. لازم الحكومة يكون ليها رأي في اللي بيحصل ده. السيسي مش هيعمل كل حاجة لوحده، ولازم الفساد يشوفوا له حل والوساطة. ونتمنى كده من رئيس الجمهورية، وبنناشد رئيس الجمهورية بكده. كتير جدا. اولا الزبون كان بيستهلك الاول اكتر من كده، دلوقتي اصبح معدل الاستهلاك اقل بكثير جدا نتيجه ارتفاع السعر. يعني الزبون اللي كان بيدخل مثلا ياخد حاجه ب 150 او ب 200 جنيه دلوقتي بيقعد ب 25 ب 50 اقصى حاجه. ليه؟ هو بيسال على السعر. الحاجه اللي كانت بجنيه بقت بجنيه وربع وبجنيه ونص، وفي حاجات قفزت قفزات غير طبيعيه. الزيادة دي بمعدل في خلال سنة، في خلال شهور؟ الزياده ديت وضحت جدا في خلال ال6 شهور اللي فاتوا، وتحديدا في ال 40 50 يوم الاخيره دي. يعني موضوع الدولار واعتمادنا على السلع المستورده نظرا لجودتها عن السلع المنتجه محليا اثر معانا تاثير كبير. احنا كنا الاول ال1000 جنيه تقدر تجيب بيها 10 12 صنف، دلوقتي ال1000 جنيه ما بتجيبش 6 اصناف ولا 7 اصناف. اذا قيمه راس مال التاجر قلت عن الاول كتير. معايا ولا ايه رايك؟ قيمه راس مال التاجر قلت عن الاول كتير، فهتحتاج تعمل ايه؟ يا اما تزود راس المال، وده شيء مستحيل في الظروف اللي احنا فيها ديت، يا اما هتقلل حجم العمل. فهو ده اللي احنا فيه دلوقتي. وتقدر تبص شوفي صوره انتاجيه فجاه اهو. ان انت ما بقتش تقدر تكفي البضاعه زي الاول، ما اولا بتجيبش ما فيش بضاعه بضايع دلوقتي مستورده ولا حتى انتاج محلي باسعار مهاوده. يعني حتى الشركات اللي بتنتج انتاج محلي فبتضطر ان انت تستغنى عن بضاعه معينه، يعني بتقعد مثلا 3 4 اسابيع فاضي. وطبعا ده ضرر كبير. ليه؟ في ونسبه الاقبال عندك عامله ايه؟ لا الاقبال قل عن الاول كتير طبعا. الاقبال قل عن الاول كتير، مش عيب في المحل ولا عيب في جوده البضاعه، عيب في الاسعار. وخاصه ان الاسعار بيتحكم فيها مين؟ المنتجين والمستوردين.